ازيكم عاملين ايه؟ انا هبة ودي قناتي. يلا مع بعض النهارده نعمل اكله سهله ولذيذه قوي، وتنفع للغدا او للعشاء، وفيها كل حاجه، فيها العيش واللحمه والخضار والجبن. هتعجبك جدا. ويلا نبدأ. أولا محتاجة العيش شامي أو عيش أسمر لو تحبي. 4 أو 5 أرغفة قطعيهم إرباع بالشكل ده كده، وغطيهم بقى فوطة نضيفة علشان ما ينشفوش مننا. واركنيهم دلوقتي. في طاسة على النار حطيت معلقة زبدة ومعلقتين زيت، وأول ما ساحوا نزلت عليهم بصلة كبيرة مفرومة كده، دبلتها شوية وبعدين حطيت 3 فصاص توم. دقيقتين وبعدين ضفت اللحمة. كمية اللحمة اللي هنستخدمها، أنا عملت نُص كيلو دلوقتي، بس مش هنستخدم أكتر من ربع كيلو، يعني ممكن أنتِ تعملي ربع كيلو من الأول. عملت بقى اللحمة كده لحد ما أخدت اللون ده، قلّبتها كويس، وبعدين تبّلتها بمعلقة صغيرة ملح، ونُص معلقة صغيرة فلفل أسود، ومعلقة صغيرة توابل لحمة. دي التتبيلة اللي باحبها للعصاج. قلّبت بقى اللحمة مع التتبيلة بتاعتها كويس، وبعدين ضفت لها الإضافة التانية اللي هي الجزر. جزراية وسط مبشورة بالشكل ده، قلّبيها مع اللحمة، وبعدين غطّيها وسيبيها 5 دقايق كده تستوي. بعد كده ضفت لها فلفل ألوان، نُص فلفلاية من كل لون، لو تحبي تحطي لون واحد بس براحتك. قلّبت الفلفل برضه وغطيته تاني 5 دقايق كده لحد ما يستوي. وبعدين بقى ضفت نُص كوباية عصير طماطم وقلّبتها، ولمّا اتسبّكت بقى كده مع اللحمة طفيت عليها. في طاسة تانية حطيت معلقة زيت و3 فصاص توم مفرومين وثواني كده، ونزّلت عليهم كوباية عصير طماطم، ورشيت رشة ملح ورشة فلفل أسود، ومعلقة صلصة طماطم كبيرة. لمّا اتسبكت بقى الصلصة دي نزّلتها. بعد كده الصينية اللي هاستخدمها دهنتها بقى زيت، ادهنيها زيت أو سمنة اللي يريحِك بالفرشة كده، وهنبدأ نعمل الرول اللي هنعمله. العصاج بقى استوى أهو ونزّلته. شايفة الكمية؟ هنستخدم فعلًا نُصّها بس. هناخد بقى معلقة كبيرة كده في كل ربع من العيش، حطيها لتحت كده، وبعدين حطي فوقيها شوية جبنة من أي نوع جبنة تحبيه، واقفلي بقى العيش عليها من الناحية المفتوحة اللي فوق دي كده كويس أوي، اضغطي عليها كده، وبعدين كملي كده رول بالشكل ده، واضغطي وانتي بتلفيه كده، وحطيه في الصينية. هنعمل بقى كده بنفس الطريقة الكمية كلها. طبعًا الكمية بقى حسب أفراد أسرتِك، يعني مقاس الصينية والكمية اللي أنتِ عاوزاها حسب العدد عندِك. هنعمل بقى كله بنفس الطريقة كده لحد ما نكمل الصينية نملاها، وبعدين الصلصة اللي عملناها دي بالفرشة كده وادهني الوش، ودخليه بقى الفرن على درجة حرارة 200. سيبيها بقى ربع ساعة، وهتطلعيها بعد الربع ساعة تحطي على وشها جبنة بالشكل ده، وتدخليها الشواية 6 7 دقايق الجبنة تسيح وتاخد لون حلو كده، وزيني بالبقدونس. حلوة جدًا ولذيذة وهتعجبِك جدًا، ولو تحبي برضه تعمليها بالعيش الأسمر برضه هتبقى جميلة. أنا عملت الأكلة دي قبل كده بعيش التورتيلا، عايزة أقول لِك إنها بالعيش الشامي أحلى بكتير، طالعة بقى مقرمشة من تحت كده، وفي نفس الوقت طرية ولذيذة، وفعلًا بقى يعني هتنفع لغدا أو لعشا، وبألف هنا. ولو عجبتِك أكلتي النهارده اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.